السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انتوا خمسة ستة كده مع بعض خارجين خروجة حلوة والدنيا جميلة. جه طبعا حابين بقى تصوروا، اتصورتوا والدنيا حلوة، واللي صوركم طبعا صاحبكم اللي معاه التليفون النظيف ابو كاميرا حلوة او اللي معاه ايفون يعني. لما روحتوا بقى طلبتوا منه يبعت لكم الصور وربنا كرمه ورضي يبعت لكم الصور بعد 5000 سنة. المهم الصور جيت تبص عليها لقيت جودتها حاجة وحشة جدا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا الخوارزمية بتاعت الواتساب او الالجوريزم بتاعته. الخوارزمية بتاعته كده تقدر تقول عاملة زي المهندس الشاطر اللي هو بيطلع لك الشغل المعقول باقل تكلفه. هو هنا بيعمل نفس الكلام، اللي هو بيطلع لك الصوره المعقوله باقل نت. طيب يا عم الحاج انا مش عايز الكلام ده، انا عايز اطلع الصوره زي ما هي او الفيديو زي ما هو. طيب الحل هنا هقول لك تعمل ايه بالظبط، بص معايا. طيب ازاي بقى نبعت الصوره بجوده عادله؟ اول حاجه انك مش هتروح على علامه الكاميرا اللي تحت ديت وتقوم محدد الصوره كده عادي خالص وتقوم باعتها. لا احنا مش هنعمل الكلام ده خالص. كل اللي هتعمله انك هتيجي على علامه المشبك اللي جنب الكاميرا دي وتدوس على دوكيومنت، يعني ملف، اللي هو تدوس على كانه ملف. طب انا عندي هنا اخر 4 صور دول انا مصورهم يا جماعه بجوده جامده. انا مصور جامد على فكره بالمناسبه. طيب ادي كده الصوره وصلت عندي اهي. يا عم خلاص عرفت. ادي الصوره. بالمناسبه عايز اوريكم الصوره، يعني بص الصوره اهم حاجه وصلت بحجمها اللي هو 1.6 ميجا، يعني وصلت بحجمها الطبيعي، يعني جودتها زي ما هي. بص كده على الصوره. طيب وزي ما قلنا انت تقدر تطبق الكلام ده على الفيديوهات وعلى الصور، ولكن الفيديوهات دلوقتي خلاص انت ما عدتش محتاج تعمل الكلام ده لان تحديث واتساب الجديد في الموضوع ده الفيديوهات. دلوقتي احنا هنتكلم على اهم 5 مزايا للواتساب الجديده حاليا في 2021. تحديث رقم واحد وهو الوانس، اللي هو انك تبعت الصوره والشخص اللي انت بعتها له ده يشوفها مره واحده. ولكن التحديث ده مش جديد، هو كان موجود في الانستجرام في الدي ام في الفانيش مود. طيب ايه الفرق بينه وبين الانستجرام؟ في الانستجرام انت كنت الصوره بعد ما بتتبعت لك مثلا من شخص اللي هو عامل لها الوانس، انت لو خدت سكرين شوت ليها هو بيروح له يعني اختار كده ان هو لا هو خد لها سكرين شوت. الواتساب لا غير كده، انت لو بعت له الصوره وهو شافها خلاص الواتساب مش هيقول له ان هو شاف الصوره. ولكن تحديثات الواتساب قايلين ان هم يعني هيحدثوا الموضوع ده شويه، فالناس بقى في الواتساب تاخد سكريناتها براحتها وما تقلقش لسه الموضوع ايه تحت التطوير. تحديث رقم 2 الاركايف شاتس، وهي ان انت في محادثه بينك وبين حد انت مش عايز حد يعرفها يعني، ودي يعني الحمد لله احنا مش من الناس دي. المهم المحادثه ديت انت مش عايز حد يشوفها، فكل اللي بتعمله انك بتاخد المحادثه على الاركايف، اللي هو بعد كده هيبعت لك اي رساله مش هتظهر لك على الصفحه اللي قدامك، لا هتظهر لك في صفحه كده اركايف، وكمان مش هيقول لك مين. فالموضوع كده للناس اللي بتحب الحاجات اللي خصوصيه شويه وتمام. تحديث رقم 3. تحديث رقم 3 هنا تقدر تقول برضو انت ممكن تكون شفته في الماسنجر، وهو ان انت عاملين محادثه جماعيه، فعاملين بتكلم انت واصحابك، فواحد صاحبكم عايزين تدخلوه بتدخلوه في اي وقت. الواتساب ما كانش كده. الواتساب كان زمان يعني كان بيعمل ايه؟ لو انتوا 5 6 مع بعض بترنوا على بعض في نفس الوقت لازم ترد في نفس الوقت، لو ما ردتش مش هينفع، لازم تبداوا مكالمه جديده من الاول. لا حاليا دلوقتي انت ممكن المكالمه شغاله عادي خالص تقوم داخل في النص وتتكلم. تحديث رقم 4. تحديث رقم 4 وهو انك تقدر تبعت الفيديوهات بالجوده اللي انت عايزها. اول اختيار طبعا الجوده اللي انت بتاعت التليفون نفسه اللي هي طالعه من التليفون. اختيار التاني والتالت تقريبا اللي هو ان التليفون بيطلعها لك بالجوده الايه اللي هو بيقلل لك الجوده شويه قصاد انه يقلل لك النت. تحديث رقم 5. التحديث ده يعني انا شايف انه مهدور حقه. التحديث ده تقريبا نازل بقاله حوالي 6 شهور ولكن تقريبا ما سمعتش حد بيتكلم عنه. والتحديث ده يعني انا بالنسبه لي من الحاجات فوق الرائعه. وهي ايه؟ ان انت اي شات بينك وبين اي حد على الواتساب، ومثلا حبيت انك تمسح الواتساب، حبيت مثلا انك هتعمل اعاده ضبط مصنع للجهاز وترجع الرسائل تاني، فالواتساب ساعات بيستهبل كده معاك وتلاقي رسائل اتمسحت. طيب الحل هنا ايه؟ ان انت تقدر تاخد الرسائل اللي موجوده على الواتساب دي تنقلها على ابلكيشن تاني. طيب هل انت هتاخد الرسائل دي كوبي بيست من الواتساب للتليجرام؟ لا طبعا. انت كل اللي هتعمله هتعمل زي ما انا هقول لك كده بالظبط. وطبعا احنا هنستخدم هنا التليجرام، والتليجرام يعني برنامج فوق الفظيع الجميل جدا، وده ليه حلقه لوحدها ان شاء الله، يعني شويه مميزات كده ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. طيب ايه يعني الكلام اللي انا بقوله؟ المهم ان انا مثلا عندي هنا محادثه كتيره كده، تعالى كتبت هنا شويه كلام، تعالى كده. دلوقتي انا في محادثه بيني وبين شخص كبير كده عايزها تفضل موجوده. كل اللي هتعمله انك هتيجي على ال3 نقط اللي على اليمين دول، تقوم دايس على مور، بعد كده اكسبورت شات، اكسبورت شات، او لو انت بالعربي هتبقى ايه اللي هو تصدير المحادثه. طيب وزاوت ميديا وانكلود ميديا. وزاوت ميديا اللي هي لو انت عايز لا وزاوت اللي هي من غير الصور اللي بعد كده تروح على تطبيق عندنا اللي هو مين؟ التليجرام. نيجي هنا كده مثلا على انا مثلا انا اهو بورت، سيب كده بيبعت اهو حوالي 1.5 ميجا. طب يا شباب كده المحادثه اتنقلت خلاص والدنيا تمام. طيب في حاجه بس نقطه عايز اقولها، ان التحديث ده كان تقريبا من حوالي 3 شهور او 4 شهور. اللي اقصده ايه؟ ان الكلام اللي قبل التحديث ده مش هيتبعت. يعني لو انت مثلا في بينك وبين حد رسائل بقالها سنتين مثلا، لا فالرسائل دي كلها مش هتوصل. الرسائل اللي هتوصل بس
هي الرسائل اللي في اخر 5 شهور بس. وبس كده يا شباب، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. وفي نهايه حلقتنا كده انت عرفت ازاي تبعت الصوره باحسن جوده، وهي اهم مميزات الواتساب في اغسطس 2021. يا ريت ما تنساناش باللايك والشير، وتنزل تعمل اشتراك في القناه لان ده هيدعمنا جدا. شكرا ليكم، وقابلكم في حلقات جايه ان شاء الله. يلا سلام.